اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المواطن المصري. اولا كل سنه وانتم طيبين، خرجنا من رمضان والعيد عايزين نشتغل، داخلين على قناه السويس وداخلين على ممكن نقول مصر داخله على موطن تاريخي. قبل ما ابدا موضوع حلقتي واتكلم فيه، في سؤال مهم عايز اوجهه. تعرف ايه عن بنك مصر؟ ناس كتير تعرف الا لك عارف طلعت حرب واعرف ان هو بيشيل فيه فلوسي، ده اللي عارفينه. خليني بقى اخش في موضوعي واتكلم على استاذ محمد الاتربي عن موضوع حلقتي. محمد الاتربي. تخرج محمد الاتربي في كلية التجارة جامعة عين شمس في عام 1976 تخصص محاسبة، وهو من مواليد يناير عام 1955. تدرج في العديد من المناصب، منها رئاسة البنك العقاري المصري العربي وبنك الاستثمار العربي، وعمل ببنك مصر الدولي الذي استحوذ عليه البنك الأهلي سوسيتي جنرال قبل سنوات. وتنوعت خبراته في عدة بنوك، منها بنك الائتمان الدولي مصر، وبنك التضامن، والبنك العربي الأفريقي الدولي. وحصل محمد الاتربي على العديد من الدورات المهنية والتدريبية بالداخل وفي عدة عواصم عالمية، منها لندن ونيويورك. إنه محمد الاتربي رئيس بنك مصر. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك. في تعليق ليك الاول في الكلام اللي انا قلته؟ لا طبعا، ده شرف لاي مسؤول انه يتولى قياده بنك مصر. بنك مصر ده بنك اسس على ايدي المصريين في سنه 1920. اسسه طلعت حرب باشا، فانا لما اقعد في مكان هذا الرجل الاقتصادي العظيم اللي اسس هذا البنك باموال مصريين، وعلى فكره اموال المصريين كانت نسيج من المسلم والمسيحي واليهودي، فده دليل على صدق المصريين، وده اول بنك يؤسس باموال كامله من المصريين. وطبعا الاقتصادي الكبير طلعت حرب باشا اسس شركات كبيره جدا، يعني تتجاوز ال 15 شركه، ومن ضمنها شركات معروفه زي شركه المحله للغزل والنسيج، زي مصر الطيران، زي شركه مصر للكتان، زي استوديو مصر. فده رجل كان له نظره واستراتيجيه وله بعد نظر، واسس الشركات دي عشان يعمل منظومه متكامله من الاقتصاد. طب خلينا يعني ارد على كلامك بس بسؤال. انت اول يوم قعدت على كرسي طلعت باشا حرب حسيت بايه؟ لا يعني انا طبعا حسيت برهبه هذا المكان. انت طبعا دخلت هذا المكان وشفت العراقه والفخامه. البنك ده اللي احنا قاعدين فيه ده اتاسس سنه 1927، وجابوا مصمم من ايطاليا، من اشهر المصممين العالميين لعمل الديزاين بتاع هذا البنك. فالبنك ده محتفظ بشكله، وحتى لو نزلت تحت في الصاله هتلاقي مفيش تغيير. حتى المكتب اللي احنا قاعدين فيه دي قاعه مجلس الاداره، هتلاقيها زي ما هي اتاسست سنه 1927 مستمره زي ما هي. مكتبي البنك محتفظ بتراثه، وده يعتبر مبنى اثري، يعني ما نقدرش نصلح فيه اي حاجه الا لما نرجع لوزاره الاثار. هو تم انشاء البنك في 1927 و 1920؟ لا، البنك اسس في 1920 براس مال 80,000، انما المبنى ده اسس في 1927. 27. طيب نخش في موضوعات الحلقه. تحت امر. انا عايز الامر لله، انا عايز اتكلم في حاجات كتير جدا. اولا التمويل العقاري، عايز اتكلم عن المشروعات المتوسطه والصغيره. البنك قدم الفتره الاخيره حملات اعلانات بشكل كبير جدا بيتكلم فيها عن خدماته كتير جدا. عايزين نشرح الخدمات ديت للناس، نعرف ايه اللي بيميز البنك عن بنوك ثانيه. عايزين نعرف ان الفرق ما بين البنك الحكومي والبنك الاجنبي. من وجهه نظري انا شايف الناس الفتره الاخيره بدات تهرب من البنوك الحكوميه شويه وتروح البنوك الاجنبيه. بدا يلعبون بسعر الفايده بحاجات كتير. عايزين نتكلم عن مشروع قناه السويس. نبدا اول حاجه، ايه الفرق بين البنك الحكومي والبنك الاجنبي؟ لا، ده الكلام ده كان ممكن يطلق عليه في الماضي. النهارده البنوك الحكوميه، بنك مصر، البنك الاهلي، بنك القاهره، النهارده تعتبر بتقدم جميع الخدمات. العاملين فيها على كفاءه ودرايه كامله. المنتجات اللي متوفره فيهم بالعكس تزيد عن البنوك القطاع، يعني نقول البنوك اللي هي القطاع الخاص. نعم. احنا والدليل على كده هنقيس حجم الميزانيات وحجم الاصول اللي موجوده. يعني لو اتكلمنا على بنك مصر، حجم الاصول يتجاوز 340 مليار جنيه.
البنك الاهلي يتجاوز 400 مليار جنيه. فاحنا بنتكلم على بنوك الناس بتثق فيها. بالعكس انا بختلف معاك ان السجاده ما اتسحبتش، ده في تحسن في البنوك القطاع العام، الارقام هي اللي بتتكلم. بس التحسن دوت اخر 4 5 سنين ما كنا. لا، ما هو التحسن ده بعد اعاده الهيكله اللي حدثت ايام الدكتور فاروق، وكان مشارك فيها محافظ البنك المركزي الحالي الاستاذ هشام رامز، كان نائب، ثم ذهب الى اداره البنوك، راح البنك التجاري الدولي، ثم رجع كمحافظ البنك المركزي. دي طورت البنوك القطاع العام. البنوك القطاع العام كانت بتعاني من نسبه الديون المتعثره مرتفعه. كل ده الحمد لله في فتره من 2004 لحتى يومنا هذا البنوك القطاع العام النهارده اصبحت ميزانيتها تحقق ارباح طبعا تتجاوز 3 مليار. العماله فيها بقت مدربه على اعلى مستوى. المنتجات موجوده. الدكتور فاروق العقده يقول ان ده افضل جيل مصرفي شهرته مصر. وهو الجيل المصرفي، يعني الدكتور فاروق العقده بدا في الهيكله. هو الميزه انك تعرف تجيب الناس اللي تشتغل معاك، وان هي لازم يبقى في روح فريق عمل وتيم ورك. عمر ما شخص يقدر يدير مؤسسه لوحده. فالدكتور فاروق اختار الكفاءات واختار القيادات الناجحه، وطور البنوك القطاع العام انه جاب لها كفاءات من خارج البنوك الحكوميه، ادارت بكفاءه واقتدار البنوك القطاع العام، وطعموا بقى في مزيج من الكفاءات اللي جايه من الخارج مع الكفاءات اللي داخل البنوك القطاع العام. الاثنين دول عملوا مزيج جميل، وعملوا مجموعه عمل هي اللي نجحت البنوك القطاع العام. النهارده بنك مصر عنده 505 فرع. انتوا في اخر 3 سنين خدتوا افضل بنك. الحمد لله اخذنا افضل بنك في اداره وتسويق القروض في مجالات عديده. يعني بنك مصر ده بنك له ثقل وله عراقه، والصراحه برضو لازم اشيد بالمجهود اللي حدث من رئيس مجلس الاداره السابق اللي هو تولى قياده البنك لمده 12 عام، الاستاذ محمد بركات، مع مجموعه العمل اللي هي مشرفاني ان انا بعمل معاهم حاليا. هو ما حدثش فيهم تغيير صراحه، مجموعه متجانسه ومتوافقه، ويعني بنقول زي ما بيقولوا بنعزف سيمفونيه رائعه، لان احنا البنك ده ان شاء الله هيبقى اقوى بنك في مصر باذن الله. قناه السويس ايه الاخبار؟ جاهزين لها؟ قناه السويس طبعا ده صراحه مشروع يعني حيوي جدا، وانه ينتهي في سنه. هو ده مشروع قناه السويس ده فيه انجازات عديده، من بدايه اطلاق السندات، فاللي حصل فيه معجزه انه الشعب المصري المصريين زي ما بنقول بنك مصر مملوك للمصريين، الشعب المصري بتوقفه يغطي 64 مليار جنيه. احنا كنا محتاجين 60، اتغطى 64 في 8 ايام عمل. احنا كنا موقنين انه هيحدث هذه التغطيه، بس ما كناش نتصور انها تتغطى في 8 ايام عمل. فكنا تتغطى في 8 ايام عمل، ده انجاز يحسب للمصريين. ده بيدل على ايه؟ بيدل على النازع الوطني عند المصريين ان هم مؤمنين بهذا المشروع ومؤمنين ببلدهم، والعائد طبعا برضو مغري لانه 12% كعائد لشهادات قناه السويس دي تعتبر مغريه. فانها تتغطى في 8 ايام في 64 مليار. والجميل ان 28 مليار من خارج القطاع المصرفي، يعني فلوس دخلت من خارج القطاع، يعني معناها عملاء جدد دخلوا القطاع المصرفي. فدي كانت ميزه، لان احنا عندنا مشكله ان احنا عدد المتعاملين مع البنوك لا يزيد عن 11 مليون، اللي المفروض حد ادنى يبقى عندنا 54 مليون متعامل مع البنوك، اللي هم يمثلوا الجمعيه العموميه لمصر. لا، اللي هم يمثلوا اللي منهم حق الانتخاب. ايوه نسبه قانونيه. فانه يجي لنا 28 مليار، فدي كانت شهاده وانا بقول انه اعجاز انها تتغطى في 8 ايام. دي نمره واحد. نمره اثنين انه المشروع ينتهي في سنه طبقا لتوجيهات السيد الرئيس انها تخلص في سنه، وفعلا هنفتتحه ان شاء الله في اغسطس 6 اغسطس الشهر القادم. الحاجه الثالثه البنوك، انا كبنك مصر والبنوك كلها جاهزه. احنا كنا في 4 سنوات عجاف، ما كانش في مشاريع. قبل ما نخش البنوك جاهزه بايه؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل. تمام.
كان كلام استاذ محمد الجزائري بيتكلم عن البنوك جاهزه بايه لقناه السويس او تمويل المشروعات. خلينا نعرف البنوك جاهزه بايه وبالاخص بنك مصر. البنوك جاهزه. طبعا انت عارف في 4 سنوات عجاف بعد الثوره حصل نوع من الكساد، وطبعا الاستثمار المباشر انخفض. احنا عارفين قبل الثوره كان يصل ل 13 مليار دولار، انخفض بنسبه كبيره جدا نتيجه المستثمر سواء المحلي او الخارجي راس المال جبان، فهو مش هيجي يستثمر الا لما يطمن ان هناك قوانين تحميه وتكفل له حقه، سواء تكفل حقه وتكفل حق الدوله. الاستقرار، عدم الاستقرار الامني والسياسي اللي كان موجود في هذا الوقت، كل ده ادى انه المشاريع الكبيره والمشاريع اللي كانت بتدخل البلد توقفت، وحصل 4 سنين عجاف. النهارده بعد طبعا الرئيس السيسي ما تولى الحكم وجاب حكومه، والحكومه الحمد لله شافت مع الرئيس عارفه المشاكل اللي موجوده في البلد وابتدت تقابلها، زي مشكله الدعم. ابتدت الحكومه اتخذت اول قرار جريء ياخده رئيس جمهوريه في الفترات السابقه ان هو يلغي الدعم تدريجيا، وحوله من الناس اللي هي لا تستحق الدعم اللي هم الناس القادرين الى الناس اللي هي تستحق الدعم في صوره. انا يعني ارى ان لازم جزء منه يبقى في صوره نقديه لهؤلاء الناس، يعني زي يطلع لهم مبلغ كل شهر، يطلع مبلغ كل شهر بالاضافه الى المزايا الاخرى اللي هي مش نقديه. ليه؟ لانه الناس دي هي اللي تستحق هذا الدعم، وعشان ما تتاثرش ما يقولش الدعم اثر فيهم ماديا، لا هو اثر في الاغنياء والقادرين، وبالتالي الناس دي ما تتاثرش وعجز الموازنه ينخفض، لان احنا عندنا مشكله في عجز الموازنه. تمام. فالنهارده مشروع قناه السويس ده مشروع عملاق. هو مش المشروع بحد ذاته، ده المشاريع اللي هتنشأ حواليه اللي هي اللوجستيه والمشاريع اللي هتقوم عليه، ده المهم جدا. البنوك جاهزه لتمويل هذه المشاريع ما دام دراستها بتؤكد التدفقات النقديه بتغطي اعباء اصل الدين واعبائه. ده هيبقى البنوك جاهزه، لان البنوك زي ما انت عارف عندنا نسبه القروض للودائع لا تتجاوز ال 41 ل 45% في مستوى بنوك مصر كلها، وهذه النسبه تعتبر متدنيه. نعم. احنا كبنك مصر عندنا نسبه برضو منخفضه اكتر، احنا عندنا 22%، فاحنا عندنا مساحه كبيره جدا ان احنا نخش في جميع المشاريع ونكبر حجم الائتمان اللي موجود. يعني ممكن تعمل محفظه معينه لبنك قناه السويس؟ لا، يعني اي مشروع بغض النظر عن قناه السويس او خلاف قناه السويس، ان انا باكد عليه ان البنوك جاهزه لتمويل اي مشاريع سواء داخل حوالين قناه السويس او مشاريع اخرى، لان في مشاريع كده بشكل عام، لانه السيوله متوفره بالعمله المحليه، والبنوك كانت بتتنشأ على تمويل المشاريع، لان طبعا الاشاعه او الكلام المغرض ان البنوك بتكسب من الاذون، لا ده مش عمر ده ما هيكون سبب حقيقي. لا، الاذون النهارده اسعارها منخفضه ومتدنيه، انما البنوك ما كانش عندها مجال اخر، معاها سيوله اللي هي جايه من ايداعات العملاء. هتحط سيولتها فين؟ لا اما في مشاريع، لا اما لو تتوفر المشاريع هتحطها في الاذون. انما لو في مشاريع طبعا العائد عن المشاريع اكبر، عندك العائد في سعر الفايده اعلى، عندك البيزنس اللي حواليه زي فتح اعتمادات عمولات، فتح الاعتمادات عمولات، خطابات ضمان، ده كله ده اللي بيحقق ارباح للبنك. انما الاذون دي حاجه وقتيه في وقت ما كانش فيه بديل، انما مع دخول المشاريع الكبيره اكيد البنوك هيبقى مكاسبها اكتر وهتستفيد اكتر من تمويل هذه المشاريع. نعم. فالبنوك جاهزه وعندها السيوله الكافيه، واحنا كبنك مصر عندنا السيوله كمان، يعني احنا زي ما قلت لك نسبتنا تصل ل 22%، وبالتالي احنا لو وصلنا لل 40 يعني معناه ان انا عاوز اكبر محفظتي 100%. فاحنا جاهزين لتمويل هذه المشاريع ومشروع قناه السويس. في خدمات كتير المواطن، يعني خلينا اقول لك بطريقه ثانيه، بطريقه بلدي شويه. انا كمواطن، المواطن المصري، البرنامج بتاع اسم البرنامج بتاعك ماشي. طيب انا كمواطن مصري يفرق معايا حاجه واحده. في ناس كتير بتفكر بالشكل ده، بيقول لك ايه؟ اعمل مالي قناه السويس مش قناه السويس، انا عايز من الاخر المام، عايز اتجوز، نفسي بقى اولادي لما اخلف اطمن عليهم، نفسي اركب حتى عربيه، نفسي على الاقل يبقى عندي شقه. ده اللي الناس نفسها تعيشه، او ده اللي الناس بتفكر فيه. انا عاوز اقول ان المشاريع دي هتعمل ايه؟ هتخلق فرص عمل، هتدخل عمله صعبه. ما هو ده كله هينعكس على المواطن، لانه لما يبقى عندك نسبه التوظيف، عدم التوظيف مرتفعه، انا لا اسمعه انها يعني 13% او تقريبا، يعني اللي هو
للذين لا يعملون. البطاله وبالتالي البطاله ما وصل حوالي 16 يعني انا حاولت ما يقرب من 17%. يعني انا مش ما عنديش الارقام مدققه، انما انا بقول انه اهم حاجه ان انا اوفر فرص عمل، وده هينعكس ايجابيا على المواطن المصري. تمام. فلما اعمل مشاريع معناها بخلق فرص عمل، معناها ناس بتقبض مرتبات، معناها ناس بتنزل تصرف في السوق، فالعجله بتدور. فطبعا لما يبقى في اهتمام من المستثمر الخارجي والداخلي على المشاركه في مشاريع داخل جمهوريه مصر العربيه، ده هينعكس بالايجاب على المواطن المصري، هيحس بيه المواطن ان هو مش لازم يقف يتوظف في القطاع العام ويستنى الطابور ومرتبه يبقى منخفض، لا، هنشجعه ان هو يروح يشتغل في القطاع الخاص. بالاضافه لان انت عندك اللي هو المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، دي برضو بتدي انتماء للناس ان احنا دخلنا في مبادره اسمها مبادره مشروعك. مبادره مشروعك دي قامت بها وزاره التنميه المحليه واقتصرتها على 3 بنوك فقط. هل تعلم ان مبادره مشروعك لها دور ناس كتير ما تعرفش عنها حاجه؟ ما انا هرد عليك. احنا اشرحها لي. مبادره مشروعك دي عندك 27 محافظه. المحافظ وزير التنميه اللي هو عادل لبيب الصراحه عمل مبادره جميله جدا، ان هو خلى كل محافظه يبقى كل وحده هتسمح للعميل يجي لها، وهيبقى موجود ممثل ل3 بنوك، بنك الاهلي وبنك مصر وبنك التنميه والائتمان الزراعي. دول بياخدوا الطلبات بتاعه العملاء اللي عاوزين قروض، وبيروحوا في البنك، كل موظف بيروح للبنك اللي بيعمل فيه، بيدرس الطلبات مع لجنه وبنوافق عليها في خلال 7 ايام كمده زمنيه. اسبوع كعمل. المبادره دي بدات يوم 26/3/2015، يعني ما بقى لهاش 3 شهور. تمام. احنا لغايه دلوقتي ولسه باديه، احنا كبنك مصر تجاوزنا ال 62 مليون جنيه صرف موافقات، فوق ال 2800 عميل توافق على صرف القروض ليهم. متقسمه المبادره ل4 شرايح من 1000 ل 25,000، دي اللي هي بنسميها اللي ما نحتاجش من المقترض انه يدفع اي فلوس من عنده، ومن 25 فوق ال 25 ل 100 بناخد منه 10% يودعهم كراس مال، واحنا نكمل ال 90%. يعني اللي هو لو عاوز قرض ب 100,000 هو بيحط 10,000 واحنا بنحط 90. يعني كانوا بيدفع مقدمه مثلا. هو مش مقدمه، كانه بيساهم في المشروع اللي هو بيعمله. عشان هو بيحط من عنده 10,000 والبنك بيديله 90. فوق ال 100 لل 250 المساهمه بتزيد ل 15%. فوق ال 250 لل 2 مليون بيحط 30% والبنك بيديله 70%. فاحنا في الفتره دي مولنا اكتر من 65 مليون جنيه قروض اتصرفت، مش لسه تحت الموافقه او حاجه. فده يعتبر انجاز، وده ليه ده بيوري للناس دول في المحافظات اولا بيشجع عدم الهجره. طب خليني اسالك فيها كم سؤال مهم. انا دلوقتي مثلا خدت 100,000 جنيه، دفعت 10 واديتني 90,000 جنيه. الفايده كام؟ 12% على السنه. مش متناقصه. طبعا. يعني 12% لما كل ما يعني لما يعني لو ساحب 100,000 هتدفع 12%، نزلوا 90 هتدفع ال 90 12%. طب دي حاجه كويسه جدا. طبعا. طيب. دي ايه الاجراءات؟ انا كشاب دلوقتي عايز اعمل، هتروح الوحده المحليه هتلاقي الاجراءات مبسطه جدا. بطاقه ايصال نور. لا، حسب بقى، يعني المبلغ الصغير بيبقى مستنداته اقل، المبلغ الكبير بيحتاج لمستندات اكتر. انت بتجهز هذه المستندات، البنك بيدرس، في حالات بترفض وفي حالات بتقبل، انما عندنا نسبه القبول اكتر من نسبه الرفض. دي بتديك ايه؟ بتدي للمواطن احساس اولا عدم الهجره، مش لازم الناس كلها تهاجر وتروح في المدن، ففي المحافظات بيقعدوا، وبيبقى كل محافظه لها ميزه وسلعه معينه بتتميز فيها، فهو ممكن يشتغل في هذه السلع. اللي بتدي ولاء وانتماء ان الحكومه بتبص لهم مش ناسياهم، فده كله بيساعد الناس انها في وعي وان الحكومه مهتميه. وخد بالك المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر دي تمثل 80% من العماله، ودي اللي بتدفع الاقتصاديات الدول للامام. يعني هتلاقي الدول المتقدمه عندها هذه النسبه مرتفعه جدا، زائد انها دي فرصه للقطاع الغير رسمي اللي احنا بننادي بيه انه يندمج في القطاع الرسمي. لان القرض قد ايه؟ احنا بنتكلم بيقدر من 50% للناس بتقول 100%، هنفترض انه 50%. بتتكلم انت عندك الاجمالي الناتج المحلي النهارده يتجاوز ال 2 تريليون،
لو قلنا 50% يبقى عندك تريليون تاني. لو التريليون تانية دي دخلت، يعني دخلت فيها ايرادات للدوله و دي كلها اولا جميع النسب والمؤشرات هتتحسن، لان انت بدل ما بتقسم على 2 تريليون بتقسم على 3 تريليون. الدين بتاعك بدل ما بتقسمه على 2 تريليون سواء المحلي او الخارجي، والخارجي طبعا في الحدود الامنه، فكل ده هيفيد الدوله. المهم ان احنا كيفيه جذب القطاع الرسمي مع القطاع الغير رسمي. فمشروعك ده من وزاره التنميه المحليه، الصندوق الاجتماعي، كل دي مشاريع هتساعد الناس وهتشجعهم على العمل الحر. القطاع الغير الرسمي فكرتني باستاذ فتحي السباع، كنا عندنا هو قبل كده رئيس بنك التعمير والاسكان. عارفه طبعا. لا انا بعرف الناس، لكن عارف صحاب جدا. لا انا كنا بنتكلم ان هو فجت القطاع الغير الرسمي، قال لي يا رامي القطاع الغير الرسمي ده طلع قطاع مهم جدا وشايل مصر بطريقه مهمه، احنا ما كناش شايفينه. لا هو القطاع الغير رسمي احنا نعلم تماما بقالنا سنوات ان هو ده اللي في الاربع سنين اللي فاتوا هو ده اللي شال ايوه البلد. كان بعد ثوره 25 يناير بعدها بحوالي شهر. يعني احنا القطاع الغير رسمي ما انا بقول لك تقديراته 50 ل 100%، فاحنا لو قلنا حتى 50 يعني بتتكلم في تريليون جنيه بتدور وانت مش والحكومه مش شايفاها. طيب فاحنا عاوزين نجذب الناس. المده الزمنيه للقرض بتاع مشروعك باخده على كام سنه؟ القرض بتاع مشروعك هيبقى اللي تحت 25,000 مدته سنه بيتسدد، وفي بناخد موافقه ان احنا ممكن نزوده لسنه ونص. اما القروض الثانيه بتتراوح من 3 سنين ل5 سنين. من 3 سنين ل5 سنين. طب خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل. نطلع فاصل ونرجع نكمل. قلنا ان اقل من 100,000 جنيه كقرض باخد على سنه، وفي دلوقتي بتسعد اقل من 25,000 جنيه على سنه وبتسعد دلوقتي اللي داخله سنه ونص. وما فوق فما فوق من 3 ل 5 سنين. خلينا ننتبه لنقطه مهمه قوي. الدولار كان الفتره اللي فاتت وصل ل 6 جنيه 63. لا 7 جنيه 63 واتمسك على كده. محافظ البنك المركزي نجح بالقيود اللي عملها على السوق السوداء. مش قيود، مش عايزين نقول قيود على السوق السوداء. ما مش قيود عشان يحجمها. هو التعليمات اللي نزلت في يناير 2015 دي المحافظ ما اخترعش العجله، يعني دي طبق معايير عالميه انه عدم تداول الكاش. مفيش كاش انت لما بتروح بره تسافر ما تقدرش تروح تسحب اكتر من 2000 يورو ولا 3000 يورو كاش او تودع كاش. فهو طبق هذه المعايير اللي متعارف عليها عالميا. والصراحه الحمد لله يعني انا راجل، سيبك مش عشان انا يعني بنكر، انما انا بشيد بالقرارات اللي حدثت من البنك المركزي ومن المحافظ بالنسبه للدولار، لانها عملت ايه؟ اولا قضت على السوق السوداء. تمام. واصبح هناك انا كمستثمر خارجي بغض النظر الدولار سعره ايه، انما ما ينفعش يبقى في سعرين بيتداولوا في الدوله. فالنهارده لا، في سعر واحد بيتداول في الدوله، والمحافظ سمح لهم ب5 صاغ اكتر من السعر الرسمي. يعني ساعه لما الدولار كان ب 7.63 كان مسموح لشركات الصرافه تبيع الدولار ب 7.68. مسموح له 5 صاغ فوق السعر بتاع البنك المركزي. فطبعا دي ميزه نمره واحد، ان انت بقى في سعر موحد. نمره 2 والاهم ان كان هناك حصيله 90% اللي هي تحويلات العاملين بالخارج، التصدير، السياحه، كلها كانت بتتوجه للقطاع الغير رسمي. دي النهارده بقت هنقدر نقول ان غالبيتها دخل القطاع الرسمي. ودي نجاح. ليه بقى؟ انا النهارده كان بيخش لي مثلا، نفترض كان بيخش لي اكس فلوس بالعمله الاجنبيه، بقى يخش لي 5 أضعاف و6 أضعاف هذا المبلغ. ليه؟ نتيجه الناس ابتدت تبيع في البنوك. قصدك ان الدولار الفتره الاخيره بقى يعني بقى جهود سيوله كتير؟ لا مش الدولار الفتره الاخيره بقت سيوله كتير. الدولار اللي جاي هو جاي سواء جاي عن طريق القطاع المصرفي او عن طريق القطاع الغير رسمي، هو داخل. انما لما ما يخشش في القطاع الرسمي
النهارده انا ما دخل لي دولار اكتر، ده معناه ان انا قدرت افتح اعتمادات اكتر. نعم. والعملاء ابتدوا يستخدموا، ابتديت افتح لهم سواء اعتمادات لسلع اوليه او سلع غير اوليه، لان بقت الحصيله كترت عندي. فالنهارده القطاع المصرفي ابتدت بدل ما الفلوس كانت بتتوجه للقطاع الغير الرسمي ابتدت تتوجه للقطاع الرسمي، فده بحد ذاته ده يكفي كنجاح منقطع النظير، ان انا بدل ما كان بيجي لي اكس بقى يجي لي 6 اكس. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل زاد تاني؟ لا الدولار زاد تاني، دي مالهاش دعوه، الدولار زاد تاني. النهارده عامل 7 جنيه 73. لا 7 جنيه 83. 83 ده زاد تاني. ما هو الدولار عمر ما المحافظ، ما هو طب ما الدولار كان ب 7 جنيه و18 وطلع ل 7 جنيه 63 عن طريق البنك المركزي. هو الدولار ما فيش حاجه اسمها ان انا اثبته على سعر، انما المهم جدا ان انت ما يبقاش عندك سعرين. دي نمره واحد. نمره اتنين، هنقول سبب انه رفعه ل 7.83 لانه انت النهارده هل انت اقوى من اليورو؟ لا طبعا. طيب انت لو بصيت من سنه او فتره سابقه كان الدولار على اليورو 9 جنيه ونص، 9 جنيه 75. النهارده الدولار على اليورو الجنيه المصري على اليورو 9 جنيه 75. النهارده الجنيه المصري على اليورو 8 جنيه 60، 8 جنيه 70. يعني معناها ان الجنيه المصري اقوى من اليورو. وانت اصلا الشريك التجاري بتاعك اغلبه مع اوروبا. فالنهارده ان انت حركت السعر 2.5% على الدولار وقربت المسافه بين سعر اليورو سابقا وسعر اليورو حاليا، وهي لسه ما زال هناك فجوه، فده مش معناها انه الدولار يعني طلع قدام الجنيه المصري. بس ده معناه ان في اسعار غليت. لا اسعار المفروض انها ما تغلاش. ليه؟ لو انت سبب الغلو ايه؟ يبقى انا بحكي لك اهو. ما هو سبب الغلو بقى جشع لتجار، طمع لتجار، لانه النهارده لما اليورو ينزل قدام الجنيه المصري المفروض الاسعار تنزل ولا تطلع؟ تنزل اكيد. انما هو الناس كلها بتربط سعر السلعه بالدولار، وده شيء مش صح. يعني التاجر بدل ما بيكسب بيزود مكسبه على حساب المستهلك. نعم. فالنهارده الدولار كل اللي طلعوا ايه؟ ال 20 قرش دي تمثل 2.5%، 2.7%. فهي دي مش هي دي اللي هتحرك الاسعار وتعمل زياده في الاسعار وتعمل تضخم. انما الناس بتستغل هذا الموقف. انما لما نبص في المركزي مش بيثبت سعره، ملوش سعر مستهدف، هو بيبص لسله عملات وبيتابع الموقف، ووقت ما بيشوف انه محتاج انه يرفع، ووقت ما بيشوف انه محتاج انه ينزل بينزل. طب خلينا نسالك سؤال بطريقه ثانيه، هل تفتكر بحكم خبرتك المصرفيه دي كلها شايف ان الدولار ممكن ينزل تاني يرجع ل 6 جنيه و5 جنيه؟ لا انا ما اقدرش اقول ان الدولار ينزل 6 جنيه و5 جنيه. انا بقول لك توقع. انا يعني ما ينفعش دلوقتي اتوقع حاجه. انما اقدر اتوقع انه احنا ان شاء الله مع عوده السياحه لمعدلاتها اللي كانت موجوده، مع عوده الاستثمارات الاجنبيه اللي داخل البلد، لو الارقام دي عادت وبقوه وباكثر من ما كانت موجوده، اكيد مع المشروعات المنتظره اكيد العمله ما احنا شفنا الدولار كان وصل يعني في فتره سابقه 7 جنيه ونزل ل 6 جنيه. وصل لا انا ما بتكلمش، حتى انا بتكلم فتره سابقه كان وصل 7 جنيه وربع ونزل لغايه 5 جنيه 40، 5 جنيه 35. فده دليل على ايه؟ كان ساعتها في سياحه وفي تدفق نقدي جاي من الخارج نتيجه مشروعات بتستثمر داخل جمهوريه مصر العربيه، احتياطي نقدي بيتحسن وبيزيد. الاهم من ده كله ان احنا نرجع للانتربنك ونرجع للبنوك تبيع دولار وتشتري دولار، ويبقى زي زمان اي واحد عاوز يطلع دولار يطلع، او اي واحد عاوز يشتري دولار يشتري، ونامل في هذا. انما انت مريت بظروف صعبه وظروف هنقول استثنائيه اللي هي بعد الثوره، فده اللي اثر. يا فندم انت بتتكلم في حاجه برضه شبه مستحيل انها تتحقق لسبب بسيط. لغايه وقتنا هذا في ناس معتمده ان يشيل معاه ال 2 3 مليون جنيه اللي يملكهم يشيلهم في دولاب وفي خزنه بيت والكلام ده، يقول لك انا فلوسي في حضني، ايه اللي يودينا خلينا نروح بلد؟ لا ما هو معلش، ما هو اللي بيشيلها في حضنه ده بيخسر 11% فايده. يعني لو حطها في بنك هياخد 11%، فهو اولى بال 11%، او هيشغلها في مشروع. طبعا المشاريع هتحرك عماله، واحنا نتمنى ان الناس ما تحطش فلوسها جوه في بيوتها، احنا عاوزين الناس تشغل فلوسها. انما انت لو حطيت فلوسك في البيت، طب ما انت عندك البديل انك تاخد 11%. احنا عاوزين نشجع الناس انها تتعامل مع البنوك. هنشجع الناس تتعامل مع البنوك ازاي؟ البنك المركزي الحمد لله عمل مبادره جميله جدا اللي هي ان مبادره الميني برانشز او الفروع الصغيره،
اللي هي تروح للنجوع والقرى والمناطق اللي غير متواجد فيها فروع، عشان تشجع الناس تتعامل مع البنوك. اللي هو كنظام وحده مصرفيه صغير او فرع صغير. فده واحنا عندنا في خطتنا ان احنا نفتتح في خلال الثلاث سنوات القادمه 225 فرع، عشان احنا عاوزين الناس كلها تتعامل مع البنوك. ان ثقافه ان الناس تحط فلوسها تحت البلاطه ده ثقافه مش سليمه. لازم كل واحد في مصر زي ما شايل الموبايل، والنهارده عدد اللي بيستخدموا الموبايلات تجاوز العدد الموجود جوه مصر، نتيجه ان في ناس معاها بتحتفظ بالموبايلين وثلاثه. احنا عاوزين الناس كلها، كل واحد حتى الطفل يبقى معاه حساب تحت ولايه والده في بنك. فاحنا عاوزين نشجع الناس انها تفتح حسابات في البنوك، ودي كانت الثقافه ونشر الثقافه. وده اتحاد بنوك مصر متولي هذا الكلام، وهيعمل حمله ان شاء الله انك تتعامل مع البنك. البنك ده يعني مش وحش هيستغلك، ده بالعكس، ده هيدعم اقتصادك وهيضيف لك وهيديك فايده، هيديك عائد. انت النهارده لو زي ما انت بتقول في ناس حاطه 2 مليون جنيه في تحت البلاطه، لو الفلوس دي قعدت سنه، يعني النهارده ال 2 مليون جنيه ضاع عليهم 200,000 جنيه حد ادنى لو قلنا 10%، وهي في فوائد اكتر من 10%. فليه طب ما هو يحطها في البنك، والبنك هيستغلها انه هيمول مشاريع وهو هياخد عائد. مش عاوز يحطها في البنك وعنده مشروع يحطه في المشروع، لانه ده هيشغل فرص عمل وهيخلق فرص عمل. صح، ما برضه حط له مشروع لازم يفتح برضه حساب في البنك. ليه المواطن على قد كده برضه؟ يعني هو ممكن نقول اتغلط شويه، ان كانت الناس ما عندهاش ثقه في البنوك الحكوميه، وانت اعترضت على كلامي دوت في البدايه. بس ما هو انا هقول لك، اصل انت بتقول معلومه مش مدققه. احنا اكبر بنوك عندنا عملاء البنك الاهلي وبنك مصر، دي نمره واحد. عندنا اكبر حجم اصول، انا عندي ودايع تتجاوز ال 300 مليار جنيه عملاء. مفيش بنوك في مصر، يعني اغلب البنوك بخلاف البنك الاهلي وبنك مصر هتلاقي حجم الودايع، يعني البنوك اللي هي هنقول ان هي بنوك تجاريه اكبر بنوك هتلاقيها حجم الودائع عندها 90 مليار 70 مليار 80 مليار. فالنهارده دي لما يبقى البنوك القطاع العام عندها 300 و400، يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان الناس بتثق في البنوك القطاع العام. دي نمره واحد. فعشان كده برضو ايه بدأ المعلومه دي. عندنا اكبر شبكه فروع، انا عندي 505 فرع. فده دليل على ان الناس بتفتح في البنوك، واللي احنا هنزود ونصل لغايه 780 فرع. فده دليل على ان المعلومه بس ايه عاوزه شويه الخطه بتاعتكم تظبيط 780 فرع في 3 سنين ان شاء الله. الشهادات اللي عملتها الناس بتاع قناه السويس المفروض ايه اخبارها دلوقتي؟ عادي بتوزع الفايده بتاعتها كل 3 شهور، بتخش سواء بيسحبها بالاي تي ام كارت او بيجي يسحبها من البنك. اصل كل ما يجي يقرب ميعاد السحبه يجي الاخوان يطلعوا اشاعات ان يا جماعه ما فيش فلوس مش هتسحب والكلام ده كله. فانا حبيت اطمن الناس برضو على لسانك ان بنك مصر برضو ليه نصيب اسد. هي مش بنك مصر ولا غير بنك مصر، ده هو عمر في بنك في وقت الازمات. لما بنوك بره قفلت بنك الاعتماد والتجاره في مصر عمرها تخلفت. حتى بنك الاعتماد والتجاره لما اتقفل في العالم الخارجي وقفلوه البنك هنا اهو غطى الودائع بتاعت العملاء ودفع لهم فلوسهم. عن طريق بنك مصر خد شال بنك الاعتماد والتجاره. فبالعكس يعني البنوك هنا ملزمه بودائع العملاء. وشهادات قناه السويس ده شركه قناه السويس او اللي هي المؤسسه دي اكتر مؤسسه عندها عائد. ف دي النهارده كذا استحقاق تم والفلوس بتتحط في الميعاد والناس بتسحب فلوسها ومبسوطه جدا لانها واخده عائد اعلى من العوائد اللي موجوده في البنوك حاليا. انت بتتكلم في 12%. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل بعض. ماشي نطلع فاصل. لما جه الفتره الاخيره لقى في عمليه ركود في مجال العقار، ولقى ركود برضه في حته اسمها التمويل العقاري اللي فائدتها من 14 ل 15 و16% في البنوك. قال لك طب ما اضرب عصفورين بحجر، احرك السوق العقاري واحرك
المجال ده في البنوك اللي هو مجال التمويل العقاري، واعمل حاجه، اخترع حاجه اسمها محدود الدخل متوسط الدخل، وابتدي اديهم قروض او امول لهم وحدات سكنيه بفايده معينه. محدود الدخل لغايه 125 او 135 الف جنيه 7% على السنه متناقصه، يعني السنه عليه 135، السنه الجايه عليه مثلا 130 يبقى 7%، السنه اللي بعديها عليه 120 يحسب لك 7% على ال 120 على المبلغ المتوقع كل سنه. ده الهدف من مبادره التمويل العقاري. وال8% اتطبقت برضو على متوسط الدخل من 125 او 135 لغايه 300,000، لما لقى في عليها حركه خلاها شويه بقت 400,000، شويه بقت نص مليون. دلوقتي انا ممكن اشتري اي وحده سكنيه لغايه نص مليون واخد فايده 8%، يعني اخد نص مليون من البنك وادفع 8%. ده اللي عمله البنك المركزي تحت قياده السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي. من منظوري انا او من وجهه نظري انا كرامي سعد، اللي انا هقوله ده دلوقتي لغايه وقتنا هذا كل اللي دخلوا في مبادره المحدود الدخل وتعاقدوا مع صندوق التمويل العقاري 14 بنك فعلي وشركتين من شركات التمويل العقاري، الشركه الاولى وشركه الاهلي للتمويل العقاري، و14 بنك دول اللي في القصه كلها. عدد البنوك العامله في مصر 39 بنك، سواء بقى بنك اجنبي، بنك مصري، بنك غير مصري، هم 39 بنك. 14 من 39 فاضل كام من حضرتك راجل ناجي؟ 14 من 39 25. فين ال 25؟ هل المبادره مش عاجباهم ولا ايه؟ ورايح حضرتك في المبادره؟ اعلق بقى. طبعا انا بس هصلح رقمين. البنك المركزي ما اداش قروض للافراد، البنك المركزي بيدي للبنوك. انا ما قلتش بدي قروض اساسا خالص. البنك المركزي وفر تمويل. أيوة. وفر تمويل اللي هم 10 مليار. لا 10 وزودها ل 20 مليار للبنوك العامله داخل جمهوريه مصر. عدد البنوك العامله النهارده 37 مش 39. خلينا نقول بقى مبادره التمويل العقاري. البنك المركزي هو دوره رقيب، والصراحه لاول مره بنك مركزي يقوم بدورين على مستوى العالم، دور رقيب ودور منشط للسوق. فهو لما وفر التمويل ده معناه انه بينشط السوق، بينشط سوق، بيحرك الاقتصاد بتاع البلد كلها، لانه القطاع التشييد ده مرتبط بيه صناعات فوق 60 صناعه. نعم. مش فقط صناعه واحده. فده معناها انه البنك المركزي بينشط السوق بالاضافه الى دوره كرقيب، فدي حاجه تحسب للبنك المركزي وللفكره اللي فكر فيها المحافظ ان هو عاوز ينشط التمويل العقاري. التمويل العقاري سنه 2001 بدات قصه هيئه التمويل العقاري وحصل طفره، انما الطفره تعتبر ضعيفه برغم ان الارقام بتتزايد، لان احنا لا نتجاوز 1% من اجمالي الناتج المحلي. دول زي عربيه عندها 10%، دول زي اوروبا 30%، دول زي امريكا 55%، وبالتالي احنا لسه قدامنا باع طويل وان احنا نصل للارقام اللي هي حتى 10%. تمام. 10% دي يعني معناها ان انت عاوز على الارقام اللي معلنه الناتج المحلي اللي هو بدون القطاع الغير رسمي 2 تريليون، يعني انت عاوز 200 مليار جنيه وانت ما زلت لا تتجاوز ال1%. تمام. المبادره دي بدات من سنه و3 شهور تقريبا، من سنه و3 شهور لما اطلقها البنك المركزي. في بدايتها زي اي مبادره كان هناك بعض طول في الاجراءات الحاجات بتبقى صعبه شويه، والهيئه التمويل العقاري والتنسيق مع البنوك ومع الشهر العقاري كلها كانت معوقات بتحد من عمليه التمويل العقاري واستغلال المبادره لاستغلال الامثل. الصراحه من اول السنه البنك المركزي مع البنوك النشطه قعد معاهم، وبنعمل اجتماعات كل اسبوعين مع نائب محافظ البنك المركزي الاستاذ جمال نجم وقيادات البنوك اللي هي يعني اكتف في هذه المبادره. والارقام مش عاوز اقول لك انها تحسنت بطريقه رهيبه. ليه بقى؟ لانه ومع هيئه التمويل العقاري الاستاذه مي المدد التمويل قصرت، الاجراءات البنوك خفضتها بالتعاون مع الصندوق، وبالتالي بقى اسهل للعميل انه يحصل على قرض في مده زمنيه اقل. ليه؟ التجربه بتعلمك الاخطاء. فاحنا لقينا انه في اجراءات ممكن تحذف فشلناها، وابتدت في منظومه عمل، وكل اسبوعين بنقعد مع البنك المركزي ومع الاستاذه مي بنجيب الشهر العقاري عشان نذلل جميع العقبات. الحمد لله في تحسن رهيب في عمليه التمويل
العقاري للمبادره دي، سواء محدود الدخل او متوسط الدخل. لانه كانت المشكله زمان كمان انه ما فيش بضاعه حاضره. النهارده لا، في بضاعه حاضره، في بضاعه في عند صندوق التمويل العقاري ب 15 مليار جنيه، وبالتالي البضاعه موجوده. الاجراءات البضاعه اللي هي الوحدات الشقق السكنيه. ما هي البضاعه يعني الوحدات السكنيه. انا عايز افهم الناس وضحها لهم. طبعا الشقق بقت موجوده، الاجراءات قللنا المده الزمنيه بتاعتها، وبالتالي انا شايف ان احنا بقى ابتدينا نتحرك بسرعه، والوتيره ابتدت تزيد، والارقام ابتدت يعني تتضاعف عن ما كانت عليه السنه السابقه. فانا متصور ان شاء الله خلال هذا العام والعام القادم انه هيحدث تطور في الارقام. تفتكر المبادره برضه هترفع السقف بتاعها اكتر من 500 الفتره الجايه ولا؟ بص، المحافظ كان ال 500 دي كانت اقل. محافظ البنك حسب ما بنشوف الاتجاه رايح فين، لو محتاجه انها تترفع هيرفعها، سواء لمتوسطي الدخل. هو قبل كده قال هذا الكلام، وال10 مليار رفعها ل 20 مليار. يعني المهم ان البنوك تتحرك وتستخدم. حته 14 بنك اللي بيستفيدوا من المبادره، لا انا شايف انه ابتدت بنوك اخرى تخش في المنظومه وتستفيد من هذه المبادره. جايز على نهايه هذا العام هتلاقي 90% من البنوك بتستغل هذه المبادره، لان هي المبادره دي غلط انه بنك ما يستفيدش منها، لانه بيكسب من وراها. وبعدين التمويل العقاري مضمون، لانه انت عندك وحده وبدل ماشي على الاجراءات السليمه، دي من التسليف الامن. طب طمنا انا وطمن الناس وطمن الناس في البنوك على السؤال اللي هسألك ده، انا متاكد منه ان هم عايزين يطمنوا منه. المفروض ان السيد المحافظ تنتهي ولايته في شهر 11 الجاي. مش هسالك مين اللي جاي والكلام ده كله، هسالك سؤال واحد. المحافظ اللي هيجي ايا يكن الاسم، مش خايفين ان هو يلغي المبادره او يقول لك لا مش هزود الفلوس؟ او هو طبعا انا اتمنى ان المحافظ يستمر، انما يعني في الاخر انا ما اقدرش اتكلم في هذا القرار، لانه قرار بعيد عني. انما انا واثق ان المحافظ اذا استمر طبعا ده هيبقى في فايده للقطاع المصرفي وللبلد. لو هو عاوز يترك العمل العام بعد، طبعا هو بقاله كذا سنه في طبعا في شد عصبي وتحمل بما يكفي. انما في النهايه انا متصور انه الشخص اللي هيحل محله هيستمر. على جايز يبقى في اختلاف في طريقه الاداره، لان كل واحد له طريقته في الاداره، انما اكيد حاجه زي تمويل عقاري ناجحه مش ممكن اي محافظ هيجي ده بالعكس هيبني عليها. والدليل على كده انه الدكتور فاروق قعد مده طويله في محافظ البنك المركزي، جه مكانه الاستاذ هشام رامز، ما لغاش حاجه الدكتور فاروق عمل، بل اضاف اليها وابتكر افكار جديده. لانه بالعكس عمرك ما تهد حاجه كويسه، انت تبني على الحاجه كويسه. المفروض ان الوقت بيجري بسرعه، بس انا عندي اسئله كتير جدا. 3 مؤسسات العالميه تقييماتها في مصر الفتره الاخيره من سلبي لايجابي، وبدات الامور تستقر وتزيد. توقعاتك ايه الفتره الجايه بالنسبه للتقييمات؟ طبعا التقييمات دي اولا اللي بيقيم مؤسسات عالميه اكيد يعني ما بتجاملش، وهي كان اصلا خفضتنا. انا شفت انها ما خفضتنا بطريقه قاسيه يعني بمبرر غير منطقي. كان لابد يحدث تخفيضات، بس مش بالصوره اللي حدثت. فالنهارده هم رجعوا وشايفين انه بعد ما تولى الرئاسه الرئيس السيسي والحكومه والقرارات اللي بتتاخد، سواء الغاء الدعم التدريجي، سواء مشاريع القانون الاستثمار اللي انتهى منه، واللائحه التنفيذيه انا سمعت انها خلاص اصدرت، الشباك الواحد، معالجه المشاكل اللي كانت من المستثمر اللي جاي يستثمر جوه مصر، والنزاع الدائم بما لا يضر بحقوق الدوله. دايما المستثمر عاوز قوانين واضحه وصريحه ولا تتغير كل فتره، عشان يبقى عارف ان هو داخل بيستثمر، لانه في الاخر هو داخل يستثمر عشان عاوز يعمل ارباح. نعم. فبالتالي لابد انك تهيئ له البيئه والفرصه ان هو يعمل هذه الارباح. فكل دي مؤشرات ايجابيه خلت المؤسسات العالميه تعيد التقييم وتحسن من تقييم وتصنيف مصر. صندوق النقد الدولي اشاد بقرارات البنك المركزي بالنسبه لمعالجه مشكله الدولار. المنظومه وفي زي ما تقول توافق. انا مش هقول ان كل حاجه
ما زال هناك تحديات وما زال هناك مشاكل موجوده داخل الدوله بتحاول على حلها، بس احنا مش هنحل الامور في يوم وليله، انما في تحسن، في مصارحه للشعب، في استقرار امني وسياسي بيتحسن. يعني طبعا الارهاب مش هيقضى عليه في يوم وليله، اكيد. انما اكيد ان هناك تحسن في الشارع المصري، تحسن في الانضباط، فكل دي مؤشرات ايجابيه خلت المؤسسات التقييم العالميه تنظر لمصر نظره تفاؤليه. مصر بؤره اهتمام العالم الخارجي بالكامل، مصر محور في المنطقه، ومن مصلحه الدول سواء العالميه او المحيطه بنا ان مصر تفضل قويه، ولانها محور ارتكاز هام فيها 90 مليون نسمه. لو تسمع عن المستثمرين في مؤتمر شرم الشيخ اللي اذهل العالم كله بنجاحه، وكان في تأييد للحكومه وللرئاسه، قصه نجاح. المستثمرين اللي اتكلموا عن مصر قالوا ان احنا اللي استثمروا قبل كده في مصر قالوا ان احنا استثمرنا. بالتالي العبار كان في اللي هو بتاع اعمار قال انا استثمرت في 20 دوله، مصر اكتر دوله عملت لي عائد من ضمن ال 20 دوله. فده دليل على انه العوائد مرتفعه داخل جمهوريه مصر. لو انت ذللت بقى البيروقراطيه وذللت الحاجات اللي بتعوق العمل، طب العوائد هتبقى ايه؟ بس ده دور الحكومه. ما هو دور الحكومه، ما الحكومه عارفه المشاكل، الحكومه عارفه انه في سوق غير رسمي لازم تدمجه في الرسمي، انما في تحسن. انت شايف الطرق النهارده ابتدت تتحسن. لا شايف ما تقلنيش هنا دي، انت قلت لي الحكومه عارفه ان في كذا كذا، طب ليه ما بتعالجش؟ طب ما بتعالج. امال قانون الاستثمار الموحد ده ايه؟ اللائحه التنفيذيه بتاعته قانون الاستثمار الموحد ده اللائحه ده بيتعدل لا ما خلاص اللائحه، لا اللائحه التنفيذيه بتاعته نزلت. قانون الشباك الواحد، المشاريع اللي بتحدث في البلد، مشروع قناه السويس، مش كل دي في تحسن؟ طب شايف البلد رايحه على فين؟ انا شايف ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. مش هقدر اقول ان احنا يعني كل المشاكل، لا هناك مشاكل وهناك تحديات وهناك ناس بتعمل بكفاءة وهناك ناس أدائها متوسط، إنما لابد إن احنا نعترف إنه هناك تحسن، وإن الحكومة ورئيس الوزراء بيبذلوا جهد كبير جدا لمقابلة هذه المشاكل. توقعاتك لبنك مصر الفترة الجاية أو إيه اللي بتسعى ليه؟ نفسك تعمل إيه البصمة اللي نفسك تعملها عشان تقول بعد كام سنة لما أمشي من هنا وأروح أي مكان تاني أو أقعد في بيتنا؟ لا مش هروح على أي مكان تاني، أو عايز أقعد في بيتنا واستجم استريح بقى. طيب بنك مصر عاوز. مع ان انا بقول لك على حاجه وهفكرك بالكلام ده، انت مش هتقعد في البيت وانت عارف كده كويس. لا انت حتى لو انت حابب انك تقعد في 100,000 بنك عايزها. لا وانا خلاص بقى يعني، بس ما علينا، احنا مش عايزين نسبق الاحداث، ربنا يدينا طول العمر. وده اقول لك البناك اللي كانت بتخاطبك ايه قبل ما تمشي؟ ربنا يدينا طول العمر. انما انا عاوز احط بنك. انا الحمد لله الارقام بتتحدث عن نفسها. هذا العام الحمد لله احنا ارقامنا جيده جدا، وان شاء الله هنعلن عنها في القريب العاجل. وانا عاوز بنك مصر يبقى، اتمنى انه بنك مصر يبقى نمره واحد في البنوك اللي داخل. حققنا ارباح السنه اللي فاتت مليار وحاجه. لا احنا حققنا ارباح السنه اللي فاتت 2 مليار. 2014 30/6/2014 حققنا 2 مليار 515. الفرق بقى السنه دي كام؟ هعمله لك مفاجاه ان شاء الله. لا ما انا عايزه بس يعني قول لي الفرق كام؟ قول لي تقول لي في زياده عن السنه. هديه لك زياده محترمه ان شاء الله، هتبقى مفاجاه. بس مليار مثلا؟ مش هقول بقى. اتفضل كمل كلامك. يعني عاوز الموظفين عندي يبقوا مبسوطين وبيفتخروا ان هم بيعملوا في بنك مصر. عاوز ان هم يبقوا ماديا ومعنويا مستريحين. عاوز اغرس فيهم ان اللي يعمل يجازى وياخد حقه، والذي لا يعمل يحاول يحسن من نفسه والا هيلاقي نفسه متاخر في الطابور ورا. عاوز انه العملاء لما يخشوا بنك مصر يقولوا ده احسن بنك بيأدي خدمه. عاوز ان انا ابقى موجود في كل القرى والنجوع وفي جميع محافظات مصر. عاوز بنك مصر اللي هو اسس على يد الاقتصادي الكبير طلعت حرب باشا، انه اللي اسس بايدي مصريين بالكامل براس مال 80,000 جنيه، انه يبقى هو ده البنك اللي في الصداره. ده امنيتي، وده مش هيجي لوحدي، ده هيجي بالتعاون مع زملائي في العمل. والحمد لله يعني في كفاءات بتعمل داخل بنك مصر على اعلى مستوى، وفي مجلس اداره متناغم، وانا شرفت ان انا معاهم بقالي 7 شهور النهارده.
ان هذا المجلس بيعمل بجد واخلاص، ومع البنك المركزي ومساندته، لانه البنك المركزي الصراحه ما كانش عندك بنك مركزي قوي مش هيبقى عندك قطاع مصرفي قوي. انتخابات اتحاد البنوك قربت شويه. ده لسه ده ما قربتش على حاجه. لا بقى فاضل حوالي بيقرب من سنه. مش عارف والله، مش متابع. طيب ما بتفكرش في ايه؟ اللي في ايه انك تنزل انتخابات اتحاد البنوك؟ طب انا في اتحاد البنوك تنزل على مقعد الرئيس؟ لا، اصل مقعد الرئيس ده ملوش دعوه بانتخابات انتخابات ده بيبقى انتخابات داخليه بين أيوة. ما تقدرش الاعضاء. تنزلها. وبعدين الصراحه زميلي واخويا الاستاذ هشام عز العرب مأدي دوره بكفاءه، وسواء انا عضو او انا في اي موقع اخر احنا كلنا بنعمل بمنظومه واحده لخدمه القطاع المصرفي. يعني انا بالعكس ربنا يكون في عونه، لان دايما برضو الرئيس بيبقى عنده مسؤوليات بخلاف مسؤولياته في البنك التجاري الدولي، انما انا شايف ان هو بيأدي واجبه على اكمل وجه. طيب اقول لك شويه اسامي تقول رايك فيه، ماشي؟ هشام عز العرب. انا قلت رايي فيه قبل كده. استاذ هشام رامز. يعني تحمل الكثير وادار بكفاءه واقتدار البنك المركزي في الفتره اللي انا شايفها انها اعصب فتره مضت على محافظ بنك مركزي في تاريخ مصر. استاذ هشام عكاشه رئيس البنك الاهلي. هشام عكاشه زميل عزيز، وانا بعتبره انا وهو واحد، لانه بنك الاهلي وبنك مصر هم اكبر بنكين في مصر، ودايما احنا الاثنين بنتعاون مع بعض وبنتناغم، وعندنا اصلا شركه احنا الاثنين نملكها مع بعض. فبنك انا بعتبر ان بنك مصر وبنك الاهلي يعتبروا يعني ممكن يندمجوا في بعض. بس طبعا هشام عكاشه زميل اثبت كفاءه وجداره ان هو يتولى هذا المنصب بعد ما تركه الاستاذ طارق عامر، فانا شايف ان هو كفء وجدير بهذا المنصب. استاذ محمد بركات. استاذ محمد بركات طبعا انا قبل كده شكرته وبشكره تاني انه ساب لي بنك اقدر يعني الحمد لله ان انا ببني على اللي هو عمله، وراجل محترم ادار هذا البنك وتحمل الكثير في السنوات السابقه. تحمل دمج بنك مصر مع البنك القاهره، وتحمل اعباء بنك القاهره، وساب لي بنك محترم اقدر اضيف اليه. انا بقول لك الاسامي الناس اللي انت اشتغلت معاها قريبه منك قوي، زي مثلا وحسب منكم تعامل غير بخلاف الزباله طبعا. وانا عارف ان انت بسم الله ما شاء الله محبوب من كل الناس في المجال المصرفي. استاذ عبد المجيد محي الدين. استاذ عبد المجيد محي الدين ده انا طبعا ما كنتش اعرفه، عرفته لما جه استعنت بيه كنائب ليا، كرئيس كنائب ليا لما كنت رئيس بنك العقاري لمده سنه و3 شهور، واستعنت بالاستاذ عبد المجيد محي الدين، شخصيه محترمه ومحبوبه، وبيعمل بيبذل كل ما في وسعه من طاقه في العمل، ويعني عاوز اقول ايه ان هو مدي كل وقته للبنك. استاذ فتحي السباعي. استاذ فتحي السباعي ده اخويا طبعا، وهو رئيسي كان عشان يعني هو الاستاذ فتحي لما كان بيدير بنك العقاري هو اللي طلب مني ان انا اجي ابقى ازامله كنائب رئيس مجلس اداره البنك العقاري. فانا طبعا ده اخويا وبكن له كل احترام، وهو راجل يعني الحمد لله ماشي في بنك التعمير والاسكان بخطى مميزه وثابته، وعامل انجازات في هذا البنك، وانا بدله بالعرفان انه ان انا اشتغلت معاه لما كان هو رئيس مجلس اداره البنك العقاري، وطلبني ابقى نائب معاه في البنك. ايه السؤال اللي كنت متوقع ان انا اساله لك وما سالتلكش وكان نفسك انا اساله؟ ما باركتليش على ان الزمالك هياخد الدوري. بس ده السؤال ده انت عايز تغيظني. استاذ محمد بجد انا سعدت باللقاء معاك، ورغم ان انت عزبت لي اكتر من 3-4 شهور ماشي، لكن زي ما بيقولوا كده كان لازم الواحد يصبر، لانك بجد لو انا هتعب 3 شهور عشان اقعد معاك دي جايزه كبيره. لا انا بس كانت ظروف العمل هي اللي منعاني ان انا، انما بالعكس انت اخ وصديق، وانا مبسوط ان احنا عملنا البرنامج، واتمنى ان هو ينول رضا المشاهدين، ويبقى الناس استفادت باي معلومه قلناها في هذا
يا رب. وانا تمام. اتشرفت بجد مع حضرتك زي ما بقول شرف الحديث ليا. بقيه، واكيد يبقى في بينا قعدات ثانيه ونكمل بقيه ان الحديث. شاء الله يا استاذ رامي، وانا متشكر وبشكر قناه المحور على استضافتها ليا في هذا واحنا البرنامج. بنشكر حسن الضيافه لحضرتك. في النهايه لينا كلمه ان المواطن المصري بتاعنا هو بلونه بشكله بلبسه باكله بشربه بعلاجه بكل حاجه، ده هتفضل حياتك. انت عايش على الارض مصريه، عايش في ارض مصريه، عايش في مصر بالبلدي كده اللي هي بلدي وبلدك. ليك حق، خد اللي انت عايزه من بلدك دي وانت على رجل عليهم، ده حقك بس على شرط. زي ما انت ليك حق عليك حقك انك تشتغل والدوله تديك. في حد في الدنيا ممكن يجي اخر السنه يحل ويمتحن وينجح من غير ما يذاكر؟ اكيد لا، لازم اذاكر عشان انجح واعرف ارد كويس يوم الامتحان. يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. من الاخر البلد عايزاك تشتغل عشان تعرف تاخد اللي انت عايزه منها. اذا ربنا اراد لنا عمر نلتقي الاسبوع الجاي. السلام عليكم.